يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم زي ما انتوا شايفين كده الفطيره العملاقه دي بالحجم العملاق. شايفين بقى جمالها وحلاوتها عامله ازاي؟ اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شايفين بقى جمالها وحلاوتها عامله ازاي؟ ويلا بينا ندخل على الطريقه والمقادير. شايفين بقى شايفين بقى الجمال، شايفين جمال الفطيرة عاملة ازاي؟ شايفين بقى الجمال حكاية بجد. شايفين هي لسه سخنة صراحة. هحتاج 4 كوبايات دقيق زي ما انتوا شايفين كده. هحتاج كوبايتين حليب، دي كوباية، وهجيب كوباية تانية. هحتاج معلقتين سكر، معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، معلقة سكر. هحتاج 4 معالق زيت. ويلا بقى بينا نجيب بلع اللي احنا هنعجن بيها. نركن بقى مكوناتنا دي مع بعض كده. هنزل بس بايه؟ بالسكر والدقيق والبيكنج باودر، السكر والبيكنج باودر والملح. هنزل بالحليب، ده حليب دافي. هجيب بقى الكوباية التانية، هنزل بالكوباية التانية زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى توتا بقى هتقلب يا توتا الخميرة. دي بالتانية هنزل بس بمعلقة خل أبيض كده. شايفين بقى الفورة. هنزل بالزيت بقى بتاعي كده. كل المكونات، تعتبر كل المكونات الجافة معايا هنزل بيها. بس تقليبه بسيطة. هنزل بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب منديل بس وامسح. واعجن بايدي بقى. انا بلمها زي ما انتم شايفين اهو. شايفين وزي ما انتم شايفين اهي. شايفين بقى العجينه عامله ازاي؟ شايفين العجينه ما شاء الله عليها زي ما انتم شايفين. انا هسيبها بقى، هغطي عليها واسيبها بقى تتخمر ونشوف نعمل ايه بقى. دي هحتاج صدور فراخ زي ما انتم شايفين كده. دي صدرين فرخ مقطعهم قطع مكعبات زي ما انتم شايفين كده المكعبات. هحتاج فلفل، اي نوع فلفل متوفر عندك. هحتاج فلفل احمر واصفر واخضر وثوم متقطع مكعبات برضو، بصل مكعبات. هحتاج في البهارات بتاعتي ملح، فلفل اسمر، بابريكا، بهارات فراخ، بصل بودر. يلا بينا نحط بقى طاسه على البوتاجاز ونشوف نعمل الحشوه بتاعتنا ازاي. ننزل بقى ايه بقطع الفراخ. دي طاسه حطيت فيها ايه معلقتين زيت. هنزل بقطع الفراخ بتاعتي كده الاول. وزي ما انتم شايفين كده لونها هيتغير. شايفين انتوا بقى اللون بتاعها اتغير زي ما انتوا شايفينه كده.
هنزل بايه، بالبصل والثوم وكل المكونات عندي زي ما انتم شايفين كده. جميع المكونات بتاعتي انزل بيها. هنزل ايه البهارات بتاعتي برضو، كل البهارات. عندك كاري حط كاري، ما عندكيش كاري ما فيش مشاكل. انا بصراحه ما عنديش كاري، فايه بقى مش نختلف يعني، نفس الطعم هياخد نفس الطعم ان شاء الله. بصوا بقى، انا مش عايزه بس اسويها كده كده، هتدخل معايا الفرن في اي فطيره او في اي حشوه او في اي حاجه انت محتاجاها. هعملها النهارده في الفطير، فطيره كده هنعملها مع بعض، بس تتشرب الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، لسه فيها ميه زي ما انتم شايفين اهو معايا بالفيديو اهو، تتشربها وبعدين بقى ايه نطفي عليها بقى. شايفين بقى يا جماعه اهو، شايفين هشيلها بقى ونشوف نستخدمها بقى في الحشوه بتاعتها. شايفين بقى انا بس هحطها في بوله او في اي حاجه كده عشان تبرد معايا. شايفين بقى الجمال، شايفين بقى جمال الحشوه عامله ازاي. شايفين الحشوه دي ممكن تنفع في اي معجنات عندك، ممكن تستخدميها في اي معجنات عندك. بقى يا جماعه انا لسه مخرجاها زي ما انتم شايفينها كده من الفرن. شايفين انتوا الجمال والحلاوه عامله ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوها بقى بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. دمتم في رعايه الله وامنه، واستنوني في فيديو جديد. شايفين بقى شايفين بقى الجمال. شايفين جمال الفطيرة عاملة ازاي. شايفين بقى الجمال، حكاية بجد. شايفين هي لسه سخنة صراحة.